عمر التلمساني في كتابه الذكريات له مذكرات يؤكد ويدعي ويقول انهم اصحاب ثوره يوليو 23 يوليو 52. وهذا ادعاء غريب، لان كثير من الاخوان سواء ممن يسمونه الرعيل الاول، يعني مع اعتراضي على هذا المسمى، لان هذا المسمى يختص به صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول كده الرعيل الاول نعرف ان هو الرعيل الاول يعني الطائفه الاولى التي وافقت او التي قضيت الاسلام من النبي صلى الله عليه وسلم من غير كلام، يعني ما نحتاجلهاش حاجه. زي ما نقول التابعين يبقى احنا عارفين ان الجيل الثاني للصحابه، لما نقول التابعين يبقى عارفين الجيل الثالث للصحابه، اللي هو عصر الجيل الثاني لعصر الصحابه. ده كلام هم بقى اخترعوا لهم حاجات زي موضوع المرشد كده. كنت عايز اسال استاذي وهو بيتكلم المرشدين هم المرشدين السياحيين يعني، ولكن هم اختاروا لقب المرشد زي ما اختاروا زي ما قال لهم يعني انا الاستاذ حسن 47 بس ما كنتش اعرف ان دي جماعه 47 48 49 لحد 53. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. ربنا كلنا مصرين. ربنا نعم. فانا الحقيقه كنت بعجب جدا لماذا يصرون على تجريم عبد الناصر، وفي بعض الاحيان بعض الغلام منهم كانوا يصرون على تكفير عبد الناصر. وحقيقه كنت بعض الاحيان كده ارمي بالونات كده اختبار كده واقول لهم لا فعلا هو اللي عمله ده يدل على كفر والكلام ده كله، كنت اجد الموافقه. يعني انا كنت من النوع اللي مجرد الخصم يعني عشان تعرف اللي عنده ايه يعني، فكنت اجد الموافقه. ثم افاجئ بعد ذلك بكتاب لاحد الناس اللي كنت الحقيقه بحترمهم، الدكتور جمال عبد الهادي، اللي شغل منصب استاذ تاريخ اسلامي في جامعه ام القرى، يعني كمان الدوله الاسلاميه الوحيده التي تقيم الشرع والتي احتضنتهم والتي لمتهم من الاضطهاد المدعى في عهد عبد الناصر، جعلوا لهم خلايا اخوان ومش راضيين عنها. طب ليه؟ ما انت كاتب في كتابك يا حسن يا بنا، وكاتب في كتابك يا عمر يا تلمساني، وكاتب في كتابك يا حسن يا هضيبي، وكاتب في كتابك ان الاخوان المسلمون يريدون الحكم الاسلامي مهما كان من يطبقه ونكون له جنودا واعوانا. ولكن احنا للاسف ما شفناش كده خالص. شفنا انكم بتخذلوا كل من يريد هذا، شفنا انكم بتعادوا كل من يحكم بالاسلام في اي مكان. طالبان كنتم اول اعدائها، ودعيتوا امريكا وحاولتوا ان كنتوا افتكرتوا ان امريكا على دبابه امريكيه هتوصل برهان الدين رباني تاني لحكم افغانستان اللي هو راجلكم والكلام ده كله. اجد في كتاب الدكتور جمال عبد الهادي اشياء كلام يعني يملى لها الجبين، وكلام يعني يستحي منه ان يقوله مسلم. فيقول انه ثبت على عبد الناصر انه ربي في حاره اليهود وكانت مربيته مربيه اليهوديه، معذره لتعبيراتي ولكلماتي لانها حقيقه تجرح قلبي. ثم فانظر للحقائق وانظر لحب والدي رحمه الله عليه لعبد الناصر واساله لماذا تحب عبد الناصر بهذه الدرجه؟ فيقول لنا ما قاله الاستاذ، يقول لولا عبد الناصر ما كنت تعلمت انت، ولا كنت دخلت كليه الطب، ولا كنت استاذا في الطب، ولا كان الدكتور مرسي زي ما قال استاذي الفاضل ما كان استاذ في جامعه في كليه الهندسه، ولا خد الدكتوراه. مدين هو الان ما زال كلنا مدينون الى عبد الناصر الى الان. هكذا اراد الله تعالى لم يرد عبد الناصر. الذي رعى مبدأه الى اخر درجه من الدرجات والى اخر لحظه من اللحظات، وعلى الاتجاه الذي رعى المبادئ الى اخر لحظه من اللحظات، ليس على الاتجاهات المتلونه وان ادعت انها اسلاميه، وليس على الاتجاهات التي تدعي انها تمثل الاسلام ومهما كان لونها ومهما تلونت ومهما علت الموجه. ويقول الله تعالى فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيثبت في الارض فابشروا الحق سوف يكون والحق سوف يسود، وإن على الباطل وقتا من الأوقات فلا تحسبوا أن هذه النهاية، فالحق هو السائد والحق هو القائم، ودولة الحق دائمة إلى يوم القيامة، ودولة الباطل ساعة. دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. فعجبت من هذه الأشياء وفوجئت بأن الدكتور جمال عبد الهادي يحتج بذلك ويقول علمنا أيضا أن لقاء بحصار الفلوجة الذي كان يقوده عبد الناصر هناك اتفاقا او مباحثات تمت بينه وبين احد قواد اليهود ومش عارف كلام فاضي وكلام تهريج. انا ما اظنش انه عميل ويتهموه بعد كده لما تلاقوا ان سخافه ومن السخافه والبلاهه والسفاهه لتكفير عبد الناصر اللي حسناته ما زالت تدور رغم انه فهم الان بذات القران الكريم والتلفزيون المصري